افتتاح تاريخي في المغرب لكأس إفريقيا، افتتاح عالمي بصراحة. هذا هو أفضل افتتاح في تاريخ هذه البطولة، ملعب عالمي وافتتاح رائع، ملعب بمواصفات عالمية. لماذا لم نصل بعد إلى هذا المستوى هنا في الجزائر حيث لا نملك مثل هذا الملعب؟ اللي رانا ولينا أضحوكة أمام العالم. ما عندناش لي تيران، عندنا لي ستاد الهياكل كاينين، بصح في لابراتيك باش تبراتيكي لو فوتبول اللي هو وسيله العش ما كاش. بلاد كبيره فيها لي زوتيل، فيها شبكه اتصالات كبيره، فيها لي زايروبور لاباس. دوك ارضي ابري الماتش تشوف الناس اللي مستكلفين بالصيانه يدخلوا للملعب دير، ولو المباراه خلاص تاع 10 تاع الليل هما يخدموا حتى الصباح، من 10 تاع الليل حتى الصباح. برافو عليهم. دونك لازمنا نحلوا هذه الاشكاليه اون فوا بور توت باش نديروا نقطه الى السطر. انت ما عندكش الملاعب، سي با نورمال. انت دوكا لازم هذا المشكل هذا تنحيه ديفينيتيفمون. انت راك مقبل على منافسات دوليه، نسقم لي تيران. ما تقوليش انا العشب هذا راه جاتو الجرثومه ولا البرد بزاف ولا الجنيد ولا فلان دارلو ولا فلان دارلو. دوكا لازم وزاره الفلاحه ووزاره الشباب والرياضه وحتى وزاره كيما نقولوا حنا السكن والاعمار يديروا اتفاقيه ثلاثيه باش حتى يحميوا هذا الملاعب، ماشي حتى يحميوا، باش يكون كاين شركه ايبيك يديروها ايبيك اللي هي تتكفل بصيانه الارضيه، باسكو المشكل وراهي في الارضيه. هذا روح انت في كل ولايه عندنا ملاعب لي زوبوف معمرين، بصح تشوف الارضيات كارثه. معليش كانت لا مافيا هذيك تاع طارطون اللي دارت رايها، باسكو هما ماذا بهم اسستي المافيا. انا بالنسبه لي كل 4 سنين كلمه زوج راه ينحي العشب الطبيعي، الوغ كو لو بو فوتبول تاع اونترينور والشيخ يلعب بالون تلعب في العشب الطبيعي. حنا كل 5 سنين تبدل سانتيتيك، دير سانتيتيك. دونك ارضيه الميدان مازال نهضروا عليها. وعلى جال هذه اللي البرمجه راهي كل يوم من تبالونسا من الزال. نيلسون مانديلا العشب تاعو مازال ما بناه، مازال ما تسقمش. اما كان سكوت لي لا مش فيه سيارة ما بقالوش. يا سي محمد انت باش تدش الملعب بالحجم تاع نيلسون مانديلا وما ديرلوش لو سويفي تاعو الصيانه تاع ارضيه الملعب، انت لا درتو باش نشوفوه تحفه يا اخي، درتو باش الناس يلعبوا به باش نخسروا ولا تعيب. دوكا اللي يهضرها وشو راح نسالك سؤال. قال لك انا قلت لهم نروح نلعب ساجوي. من وقت تستغلق ملعب نيلسون مانديلا اخر مباراه في البطوله؟ اخر مباراه ليكيب ناسيونال. لا نهضرك عن البطوله، ماشي كانت فريق موديه الجزائر اخر مباراه؟ نسيت انا. احنا نتمناو ما نلعبوش مباراه واحده وراح نلعبوا مباريات اخرى ان شاء الله في ملعب نيلسون مانديلا. هنا لازم وزير الشباب والرياضه الوزاره تبين روحها، مش غير الكرافاطات ونروح ندير المراسم ونروح البروتوكول وكدا نمد الورد وكدا. هنا بين خويا انا نورمالمون مع كل احتراماتي للوزير والوزاره ما نهضرش على الاشخاص. عباك الجزائر انا مانيش نهضر على الوزير فلان ولا فلان، يقدر يكون وزير جمال. قال المصالح تاع الوزاره كي يسمعوا هذا الامر تم كيفاه هذا كيفاه هذا ملعب بني صومد ولا غير كيما دشن الارضيه تاعو كذا. المغرب باش تعمل استاد فيه 100,000 متفرج. اليوم احنا وين؟ يكون الملعب الاكبر في افريقيا. في افريقيا. اليوم جماهير الترجي سامحني انت كانت تنحي لي المسانده الجماهيريه، اليوم ايش تحب لي نعمل؟ انا بجمهوري وان شاء الله ايش تحب لي نعمل؟ اليوم رانا نحكيو على 30,000، الترجي عطاوها 18,000، عندها 12,000 ابوني و6,000 تذكره باش يتباعوا، باش يكفيوا لشكون؟ باش تعطيو لشكون؟ والناس هذوما توا الترجي يلزمها كي باش تسافر يلزمها 100 الملايين باش تاخذ طيارات باش تمشي تلعب في اثيوبيا وباش تلعب في انسى الجانب المادي خاصه بالنسبه للترجي. للامانه ما عندوش المشاكل الماديه ميمسي مهم زاد مهم، ولكن اليوم تلعب تشامبيونز ليج ما تحذرش تيران باش الجمعيه اللي تمثل الرايه نتاعك تمثل رايه البلاد تلعب وتحط لها لي فاكتور الكل لصالحها. لا انا باش نقوله لك اليوم رفيق يلزمها هذه الناس تعرفوه، سلطه الشرف يلزمها تعرفوا ان اليوم ما عندك حتى ملعب في تونس يأهل الفرق التونسيه باش تلعب الكوب دو لا كاف ولا الشامبيونز ليج. اليوم وكأني به الفريق اللي يحب يلعب شامبيونز ليج ولا كوب دو لا كاف يتعاقب، نعاقبوه يا خويا يلزمك تلعب
وانت نحيوا لك لي مويال كل نتاعك. علاش كنت تمسخروا يا ولاد يزيونا يا اخي؟ كرسي راهو ب 300، قال لك الكرسي ب 300 دينار. ندخلوا اي مزود في اي بلاد في العالم تلقى الكرسي ما يفوتش 50 دينار بالسيبور نتاعو. هذا معناتها قال لك 300 دينار سون سيبور. راهو فما حاجات ما يقبلهمش العقل. صحيح الجماهير نتاعنا في بعض الاوقات تكسر وتعمل، ولكن اما جمعيه تخلص في الخطايا. صحيح تخلص في الخطايا. اليوم راهو ساعه من الناحيه الشكليه يا رفيق، مسؤوليه، سلاسه، افكار واضحه ومطالب واضحه، واللي ريفونديكاسيون كيما كلها واضحين، والتحركات واضحه. اليوم راهو تتعامل مع الجمهور. صحيح ما نحبش نقول بلغ درجه من الوعي كبيره، ولكن على الاقل اللي اثروا فيه، بعض اللي اثروا فيه عندهم من الدرايه وفاهمين شنو قاعدين يقولوا. اليوم وقت اللي تتعامل انت كحي وطني رياضي مع البيان هذا وتقول راهو الكرسي باش تكلف لنا 300 دينار وراهو هذا باش تكلف لنا 9 مليار دوات، يباهي. انا اليوم كجمعيه رياضيه باني لي انت ملعب باش نلعب فيه مسابقه افريقيه، تجي تحرمني من 30,000 مقعد في ملعب. 30,000 مقعد، راهو نقولوا 30,000 مقعد، راهو 30,000 تذكره ماهيش باش تباع، بخلاف التشجيع الجماهيري. راهو سي موكا غاني بالنسبه للجمعيه. اليوم ابسط شيء كان دوله واحده في 9 يا خويا انا نمشي معاهم الاقصى، قلت 300 دينار واقفه دوله باش تصلح الملعب الوحيد راهو اللي عندك في تونس يشرف شويه. 9 مليار دوات باش تصلحوا يا حبيبي. اذا ماكش قادر برا مشي يعمل حاجه. حاله الفشل اللي عايشين فيها، انا فاشلين نحلوا اي مشكل، حتى مشكل نتاع ستاد. وكيما قال جمهور احنا هنا ننقدوا فيه، وانا من الناس اللي قلت ارمي في الحبس الناس اللي عايفتنا في الكوره وبعد المجرمه في الفيراجات الكل بكل الجمعيات اون باراليل كي تكسروا الكراسي جمعيات قاعده تخلص في الخطايا. باهي انت اليوم تاخذ في الخطايا ما نعرفش كيفاش نية تعمل، اما المهم بالنسبه لي انك ترجع الملعب في حاله ينجم يلعب فيها الفريق كان ترجي ولا غيره بجماهيره. حاله العجز، الفشل على في ايجاد الحلول مهما كانت نوعيه المشكل راي صارت مقرفه. راهو 12 سنه ما نجموش نظموا ديربي، راهو 12 سنه ما نجموش ننظموا ماتش فيه 60,000 متفرج. 12 سنه واحنا نحكيو على مشكله الجماهير والاستادات. باش تستعير كلمه مقداد قالها معايا ما نعرفش هنا ولا في التلفزه، يا خويا هبطوا باش على هالبلاد ويقولوا في حالة صيانة ولا أومبان جيم أوفر وانتهى الموضوع. أعزائي المتابعين، كما شفتوا معنا انبهار الصحافة الجزائرية بملعب مولاي عبد الله وهذا الملعب العالمي اللي شهد مباراة الافتتاح وشهد الإشادة ديال جميع الناس، جميع المتتبعين. الحمد لله ملعب اللي رغم الأمطار الغزيرة الأرضية ديالو ما تأثراتش، وملعب الافتتاح الجميل اللي كان في هذا الملعب والحضور ديال جميع الشخصيات من جميع أنحاء العالم، والمقابلة اللي دارت فيه بواحد الطريقة انسيابية، وكذلك التجهيزات. وبالنسبة لعدد الكاميرات اللي تفوق ربما واحد 600 كاميرا، هذا الشيء اللي خلى المغرب تصعب كأس افريقيا اللي تنظموا دولة قادمة ان شاء الله باش توصل لنفس القوة ونفس التنظيم اللي نظم المغرب. وكما شفتوا انتقادات اللي تنتقدها الصحافة الجزائرية بالنسبة للصيانة ديال الملاعب ديالهم وكذلك الصحافة التونسية. والحمد لله ان المغرب غادي بواحد الطريق اللي هو مزيان ولينا تنضاهيو دابا الدول الأوروبية، مكناش حنا تنتقارنوا بإفريقيا، ونتمنى نستمروا في نفس النهج ونفس التخطيط ونتقدموا للأمام في أكثر إن شاء الله في جميع المجالات.